مرحبا بكم في سلسلة تعلم الوورد من الصفر حتى الاحتراف. في هذا الفيديو سوف نشرح بعض الأدوات الخاصة بتبويب هوم أو الشريط الرئيسي. سنشرح بعض الأدوات والباقي سنؤجله إلى فيديو آخر إن شاء الله. سنبدأ من هنا. عندنا بيست، وبيست بمعنى نسخ. معنى إذا قمنا بعمل نسخ لنص معين نقوم بلصقه بشكل سريع عن طريق هذه الأداة بالضغط هنا. ولديك مجموعة من الخيارات للصق، أن تلصق مع الحفاظ على الفورمات الأساسي أو التنسيق الأساسي، وتقوم بعمل لصق كصورة. هذه صورة يمكن تحريكها، أو القيام بلصق النص فقط ويتفاعل مع الخط الذي الأساسي. ثم بعد ذلك لديك مجموعة من الخيارات هنا، قد لا يظهر بعضها إلا بعد التحديد. هنا لديك كات أو قص، تقوم بقص النص وحذفه من المصدر. ثم هنا لديك كوبي، أي عمل نسخة من هذا النص. ثم هنا لديك نسخ التنسيق، مثلا هذا النص لديه هذا الخط وهذا الحجم ولون معين. مثلا أريد أن أطبق نفس الخط على هذه الجملة، مثلا أقوم بعمل سيلكت أو تحديد للنص الأساسي، ثم أضغط على هذه العلامة، أضغط عليها مرة واحدة وأقوم بعمل تحديد للنص الذي أريد أن أطبق عليه التنسيق. ثم بعد لصق التنسيق تذهب هذه الأداة. لكن إذا أردت أن تبقى هذه العلامة دائما في الماوس بهذا الشكل، أضغط عليها مرتين، عمل لصق للتنسيق في أي مكان بهذا الشكل مثلا. وبعد أن أنتهي أقوم بالضغط هنا كي تختفي بهذا الشكل. بعد ذلك لدينا هذه الأدوات. أولا لدينا الخط لتغيير الخط، تغيير حجم الخط كذلك. هنا لدينا تصغير أو تكبير للخط بهذا الشكل. ثم لدينا هنا هذه الأداة خاصة بالحروف الإنجليزية بهذا الشكل، تقوم بالتحكم في الحروف الإنجليزية، تجعل lower case أو upper case. ثم لديك هذه الأداة لمسح التنسيق. إذا كان لديك تنسيق معين تقوم بمسح كل التنسيقات التي وضعتها في الملف بالضغط هنا، يرجعك إلى الخط الأساسي واللون إلى غير ذلك. ثم لديك هنا مجموعة من الأدوات الأخرى، مثلا بولد. هنا بولد لجعل النص غليظ هكذا، ثم لجعله مائل، ثم وضع سطر تحته والتحكم في السطر، هل يكون متقطعا أو متصلا هكذا أو مزدوجا هكذا. ثم لديك هنا خيار وضع الخط داخل النص مثلا هكذا. ثم بالنسبة لهاتين العلامتين متعلقتين تقريبا بالأرقام، مثلا هذا رقم 2، إذا أردنا أن نضعه في الأسفل أو في الأعلى هكذا. ثم لدينا هنا تنسيقات جاهزة للنصوص، مثلا هذا النص نريد أن نضع له تنسيق جاهز بهذا الشكل. بعد ذلك لديك مجموعة من الخيارات هنا، الأوتلاين أو الإطار الخارجي لوضعه مثلا بأي لون، باللون الأبيض أو باللون مثلا الأخضر، يطبق في النص المحدد. ثم مثلا لوضع شادو أو ظل، نضغط هنا فيكون الظل وراء النص بهذا الشكل. ثم هنا لديك ريفليكت بأي شكل تريد مثلا. ثم لديك glow، يعني إضاءة خارجية بلون معين، نضعها باللون الأسود مثلا. ثم هنا في كل خيار لديك مجموعة من الخيارات الإضافية يمكنك الدخول إليها والتحكم فيها بشكل أكبر وبشكل أعمق. من هنا تغيير ما تريد تغييره مثلا بهذا الشكل، والسايز إلى غير ذلك. ثم هذه الأداة متعلقة بالخلفية الخاصة بالنص، تغير لونها أو تقوم بإلغائها عن طريق الضغط عليها والقيام بعمل سحب وتحديد هكذا. ستحذف هذه الخلفية بهذا الشكل. ثم لديك هنا لون النص، تقوم بتحديد النص وتغير لونه من هنا. إذن هذه بعض الأدوات الخاصة بالتعامل مع النصوص في برنامج الوورد.
سنستمر في هذه السلسلة إن شاء الله حتى الاحتراف. أراكم في فيديو لاحق. لا تنسوا مشاركة الفيديو والتفاعل معه حتى يستفيد غيركم إن شاء الله.